وصفتنا النهاردة البانكيك الياباني. زيها زي البانكيك العادي، بتتعمل في الطاسة، بس الفرق ما بينهم البانكيك العادي بيبقى السمك بتاعه رهيف، لكن البانكيك الياباني بيكون سمكها عالي، عاملة زي الكيك بس بتكون صغيرة. بتكون من جوه هشة وخفيفة جدا، شبه اسفنجية زي الكيك كده او قطنية كمان. يلا بينا نجربها ونشوف هتبقى عاملة ازاي. هنحتاج 2 بيضة كبيرة، هنقسم او هنفصل البياض عن الصفار بالشكل ده، كل حاجة في بولة لوحدها، وهنحط شوية فانيلا على كل حاجة منهم، وعلى البياض هنحط نقطتين خل بس، على البياض بس اللي هنحط عليه خل، ونشيله على جنب. ونجيب الصفار نحط عليه معلقة كبيرة سكر، ونقلبهم مع بعض بالمضرب السلك، ونحط 3 معالق كبار دقيق، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقتين كبار حليب، ونقلب كل المكونات مع بعض بالمضرب السلك. وعشان الخليط فيه صفار، فكل ما هنضربه بالمضرب كل ما هيكون فومي وكريمي كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. فاحنا عايزين نوصل للقوام يبقى ناعم بالشكل ده. بعد كده هنجيب البياض ونحط عليه معلقتين كبار سكر، ونضربه بالمضرب الكهربائي على سرعة متوسطة لحد ما يكون عندنا فوم ابيض هش بالشكل ده. ناخد منه معلقة واحدة نحطها على الخليط بتاع الصفار، ونقلبهم مع بعض بالمضرب السلك اليدوي بالشكل ده، عشان احنا عايزين نحافظ على الفوم بتاعنا، وفي نفس الوقت عايزينه يختلط مع بعض كويس، ما يبقاش فيه تكتلات. حطيت معلقة يعني ضفته معلقة، يعني تقريبا ضفت معلقتين 3، وبعدين خدت الخليط كله ورحت ضفته على البياض كله. انا بعمل كده بس عشان لو ضفت الصفار مرة واحدة على البياض مش هيخلي القوام بتاعه حلو، وهيبوظ الفوم بتاعه. بعد ما حطيت الخليط كله ببدأ اقلبه بالمضرب السلك بالراحة كده عشان نحافظ على الفوم زي ما اتفقنا، وعشان القوام يبقى ناعم وكريمي ومختلط كويس. لو وصلنا للخليط بالشكل ده يبقى هتكون معانا البانكيك ناجحة جدا. لازم نكون القوام كريمي معانا، ما يكونش سايل. هنبدأ ناخد الخليط ونحطه في كيس حلواني عشان نبدأ نشكله بيه، ونجيب طاسة تكون مانعة للالتصاق طبعا، ونحطها على النار تكون هادية جدا، ونعمل حلقات من ورق الزبدة عشان نشكل فيها ونحط فيها الخليط. وهنا في غلطة انا عملتها بس مرضتش اشيلها في المونتاج عشان انتوا كمان تستفادوا منها وما تعملوهاش. لو هتلاحظوا هتبصوا تلاقوا الخليط بيعدي من تحت ورق الزبدة وبيسيح في الطاسة. ايه السبب اللي خلى ده حصل؟ ان الطاسة كانت باردة، اول ما حطيتها على النار حطيت الخليط على طول. انتوا سخنوا الطاسة كويس جدا عشان تكون سخنة، اول ما ننزل بالعجينة بتاعتنا تعمل طبقة تحت فما تسحش مننا. بس المهم ان الطاسة تكون سخنة، لكن درجة الحرارة مش عالية، يعني درجة الحرارة اللي احنا حطينا عليها النار تكون هادية جدا. ونحط معلقتين مية بالشكل ده، ونغطي عليها ونسيبها تستوي لحد ما نلاقيها جمدت من فوق كده. نقلبها الناحية التانية وبرضو نحط معلقتين مية ونغطي عليها ونسيبها تكمل السوا بتاعها. وبعد دقيقتين نشيل الورقة بتاعت الزبدة ونسيبها لحد ما تستوي معانا تماما بالشكل ده. هتطلع معانا حلوة جدا، هشة جدا، مستوية زي ما انتم شايفين. من كتر ما هي هشة بترقص كده زي الجيلي، قوامها خطير الصراحة. شايفين من جوه بقى طريه ازاي وهشه ازاي، عامله زي القطن، يعني ما شاء الله خطيره جدا، خفيفه قوي. دي تاني بان كيك انا عملتها، طبعا كانت ظبطت معايا اكتر، وخلاص حفظت الخطوات وعرفت الطريقه بتتعمل ازاي اللي خلاها يظبط. طلعت شكلها ممتاز جدا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بصراحه من كتر ما انا منبهره بشكلها يعني فضلت شويه اتفرج عليها. خطيره جدا، لونها ابيض كده فاتحه، هشه قوي، عامله زي سفنجه او القطن كده من جوه. وكمان يعني مستويه، يعني مش هقول لكم نيه، لا مستويه وحلوه قوي. بصوا كمان من جوه عاملة ازاي، شايفين عاملة ازاي قطنية وخفيفة جدا جدا. يلا بينا ندوقها، بسم الله. قطنية جدا، سفنجية، خفيفة قوي قوي قوي. لازم تجربوها، هتعجبكم جدا. سامعين صوتها؟ حلوة قوي. جربوا الوصفة هتعجبكم جدا جدا. اتبعوا الخطوات، هي طريقتها سهلة قوي. اتبعوا الخطوات اللي قلنا عليها هتطلع معاكم مظبوطة جدا. اشوفكم في وصفة تانية، ومع السلامة.